التعقيب فيه ابدا. هذا اللاعب جواو ركله حره المنتخب البرتغالي، عرضيه عاليه والراسيه كادت تاتي. الكره ما زالت قائمه، عرضيه داخل منطقه الجزاء لكن الكره يحاول فيها جواو الى برونو وتمريره نقله فرصه، الكره تبعد، وصلت من الطرف الايمن، عرضيه جديده راسيه ركنيه تنفذ، كره منقوله راسيه بعد في هذا الجانب، وهناك اوتو برونو والعرضيه ترسل عاليه ولكن 9-7-4 الملعب الذي يستضيف 7 مباريات على مستوى قلوب رونالدو الذي حمل فوقنا. فرصة عرضية ترسل عالية، فرصة خطيرة تأتي الآن، تستمتع كثيرا يا رونالدو، ممتازة في الطرف الأيسر، وهنا العرضية نادير الغانية هنا في المدرجات، هنا ستنفذ ركلة ركنية، كرة منقولة عالية، بعد ذلك كانت الأفريقية منتخب غانا، مباراة أسرع، الرتم والإيقاع أسرع، وتحولت إلى ركلة مرمى على اللاعب علي من علامة الجزاء فالتسجيل، انه يقول ابعدوا عني الشرور، انا حول الركلة الجزائية سيطول، فرصة ما زالت قائمة والتصويب لكن مختلفة هنا. هذه قبلة كأس العالم فقط منها 5 أيام لغانا، تمريرة في الوسط، بعد ذلك قطع في مبادرات، عرضية للجول، الله نعم، حينما وجدوا الطريقة في كرة أندري شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، عرضية ترسل، قاتل الجماهير الغانية بحرارة لمنتخب البرتغالي، هدف جواو، انطلق الرحال في أسطول البرتغالي، هذا الهدف سجل بعد خطأ ومخرج المباراة حقيقي يطلبها، تمريرة الله، برونو فرنانديش خليقة ولا أروع، لكن فيها شك وللمنتخب يدخل طبعا برونو عاد على جوه حقيقة والله، يعني تأتي عرضية ترسل عالية، غانية جول بالطريقة التي أرسلت بها الكرة، بوكا العالم أن تلعب بها، تسجل موجودة في دكة البدلاء الآن، لكن لا تغتروا بالتصنيف من الطرف الايسر، كرة ما زالت على تنفيذ، كرة لافة تصدي من حارس وتمضي دقائق، يتبع لحظة من إنياكي كاتب، يا شهيد رونالدو